اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن البلوت تويست او التواءة الحبكه. من فتره كنت بتفرج على فيديو لروائي شهير جدا بيتكلم عن فكره التواءة الحبكه الاعظم اللي اثرت فيه، وبالصدفه البحته انا بحب جدا الاستدلال اللي هو قال عليه، وهو استدل بفيلم بلانيت اوف ايبس اللي هو سنه 68. البطل وهو ماشي على الشاطئ في النهايه وفجاه بينزل من على الحصان وهو عنده حاله صدمه مش طبيعيه، وبيقع على رجليه وبيقعد يصرخ ويشتم، وفجأة الكاميرا بتتحول وبنشوف لونج او اكستريم لونج شوت تمثال الحرية وهو نصه مدفون، عشان البطل اللي فضل من اول لحظة في الفيلم مقتنع انه عنده السيادة كبني ادم على كل القرود اللي شايفهم ان هم همج، وان ان الجنس البشري هو الارقى، وان هو اللي فاهم عنهم، وان البشر هم اللي مسيطرين على حياتهم. في لحظة واحدة بتتحطم سرديته واحساسه بكل حاجة هو مؤمن بيها. هو كان معتقد انه نزل على كوكب تاني، لكن في اخر لحظة لما شاف تمثال الحرية ادرك انه نزل في المستقبل في مكان البشر فيه انتهوا تقريبا وبقوا المخلوقات الادنى. فدي التواءة ضخمة جدا، ان هي بتعكس كل ما هو مؤمن بيه، كل اللي احنا مصدقينه، كل اللي احنا مقتنعين بيه هيتحول تماما، هيبقى على النقيض. هي دي الالتواء.